هلو. طبعا اليوم من احلى ايام عمري، اليوم ميلادي، وراح اتوجه من الموصل من العراق الى السعوديه، مكه المكرمه والمدينه المنوره. راح نروح عمره ان شاء الله، يلا تعالوا وياي. وهنا أنا نزلت والاهل كانوا مسوي لي مفاجاه، راح نروح ان شاء الله اني والوالد وعم الوالد وخالي وحمودات، وان شاء الله يوم العامر والعبود والعلي والخاله نور وبكر، وان شاء الله صحبة. وين؟ الى ارض المقدسة ان شاء الله الى مكة المكرمة ومدينة طيبة، يعني مدينة المنورة. حقولك نزلنا جوا هاي السيارات يصفطون اغراض متوجهين الى جولدن مول، يلا تعالوا ويانا. حاليا وصلنا جولدن للتسوق مثل ما جاي تشوفون هنا، والجنط خليناهم بالمنشأة، والفلوج راح يكون طويل. راح يسوون مولدية هنا، انا متأكد راح تستمتعون. خليكم ويانا، احلى سفرة راح تكون انا والخال وجدي بخير شباب. الله اكبر. صعدنا بالمنشأة، متوجهين ان شاء الله للاراضي المقدسة، ادعونا نوصل بسلام. الله شوف الناس مجمعين هوايه، احنا طالعين. بسم الله. السلام عليكم. عليكم السلام. انا حجاجنا، اعرفكم بنفسي الحج وائل، وسائقنا محمد ابو سجه، ومعنا الحج ابو حمزه. راح نقرا دعاء السفر كرر ورانا. بسم الله. بسم الله والحمد لله. والحمد لله. سبحان الذي سخر لنا هذا. سبحان الذي سخر لنا هذا. وما كنا له مقرنين. وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سبحانك إني ظلمت نفسي. سبحانك إني ظلمت نفسي. فاغفر لي. فاغفر لي. إنه لا يغفر الذنوب. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إلا أنت. اللهم. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا. في سفرنا هذا البر والتقوى. البر والتقوى. ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا. هون علينا سفرنا هذا. سفرنا هذا. وطل عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر. أنت الصاحب في السفر. والخليفة في الأهل. والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وكاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. الحمد لله. صلوا على النبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا رب. اي والله يا رب. ويانا هيك ويو حلوه وما نمشي. جاك احلى. خالي انت. الله راسك. حاليا صارت الساعة 5:30، كنا ماخذين قيلولة أنا وحج وائل. حاليا نزلنا بالمطعم نصلي الفجر نتريق ونطلع إن شاء الله. حجي صباح الخير. وين مطعم القلعه؟ ها؟ مطعم القلعه. يلا إن شاء الله نصلي ونطلع. يحب يهدي لكم فد كلمات حلوه يعني. جماعه كلهم اصدقائنا، يعني معاضيد وكلهم اخواننا واصدقائنا. حبالي مسوي تمنا باميه الصبح، جيت مال بطاطا وبيض. انت بطاطا وبيض؟ لا شو تريد حجي؟ ما ندري. ما قلت تريد. وعليكم السلام على حج غازي. طبعا هذا عم ابويا حجي غازي، وهذا خالي، وهذا اني هياتي. وين طلعني؟ هياتني اني. منو؟ بشار الرسام. عباس شاشان. قارون.
نام على كتفي صار له ساعة ذبحني. نام على كتفك لو انت نمت على كتفه. احلى شغله شفتها يعني بالعمره انه تحس كل اللي موجودين بالمنشأة اهل، واحد يعزم الثاني، من يشوف واحد جايب مثلا كليشه يقوم يوزع للكل، واحد جايب مثلا زبيب يوزع للكل. فيعني حتى الوالد هنا يعني عازميه على الريوق وهو ما يحب البلاش ابد. حياكم الله شباب. سايقنا المعدل ابو سجا الله يعطيك صحه وعافيه. وين احنا هسه حاليا؟ سده ما سامره. وهذا الوالد كان نايم قبل شوي. احمد صورك ونزلك على التيك توك انت نايم. يعني؟ والله حمودي ولا نايم صار لي 3 ايام قاعد. صار لك 3 ايام قاعد؟ متى قال لك ابو سجا؟ احنا حاليا بالسده ما سامره. هاي سدة الثرثار. سدة الثرثار حاليا. ما بقى لنا شيء ان شاء الله. ان شاء الله 4000 كيلومتر ونوصل الحدود. وعباء السايق مالنا شلون مداري؟ كرزات وجقاير يدلل علينا يا ابو سجا. الله يسلمك. الطريق كلش طويل فقررت انام. قلت البابا بس توصلون يعني المكان معين حلو قعدني، قال لي ماشي حبيب بس انا راح اروح انام. تصبحون على خير. حجي ساعتين انا نايم وما قعدتني. والله سهرت عليك. الله يسلمك. بس احنا وين حاليا؟ ابوك اخر ساعه اجى بالمنشاه الثانيه. احنا بال 35 الرمادي. بالرمادي؟ بالرمادي. ايش رادنا؟ اي رادنا بعد على 160 ونصب النخيب. ان شاء الله. وبصب بين النخيب ان شاء الله. هات خلي احمد هات. اي بس تصب النخيب حيل الله طب الحدود يعني 400 كيلو بقت الحدود نوصل الحدود العراقيه السعوديه. ان شاء الله. ان شاء الله. والف عافيه. والله حتى كله خطر. الساعة بالثنتين. حج وائل الغالي استعجل لنا شوية. بابا انت داري لا مخلي له لا بسكت لا مخلي له لا كرزات. 4 كيلو بطاطا اكل 4 سيف ما شرب 4 طالب ارتي شرب بعد ما تقول شنو وبدل صوصه اكل. تعسوق بس قاعد النخيل 70 كيلو متر ان شاء الله. ان شاء الله. سعنا ضيافة انا واخويا بلال بس ما قدرنا نصور لكم لان عوائل. ما قصرت حجي خالد. على راسي حجي حمزه. حاليا كملنا الصلاة. صلاتنا كانت قصر وجمع. قصرنا الظهر جمعنا العصر لان احنا بطريق سفر. والله يتقبل منا ان شاء الله. صلاة وصالح الاعمال. اليوم بالحدود العراقية ويا قواتنا الأمنية الجيش العراقي البطل الباسل. وحي الله الولد. والله يعطيكم الصحة والعافية ويحرسكم. الصباح عمر هنا خليه يمشينا على السريع. يمشينا هو كل حد بس ما يصير لي وراه. أنا حاليا احنا بعرعر بالحدود العراقية. راح نعبر إن شاء الله بعد يعني دقائق قليلة إن شاء الله. معرض لمبات رحب بحجاج بيت الله الحرام. علي الحج والعمرة. كل شيء تلقوه موجود. كعك شاي. هاي الحدود العراقية. اهلا وسهلا. هذا مثل تركيا. بس عشان تبعد السعوديه. هاي السعودية. هاي السعودية اقبالنا. كمل. هاي مولدات السفر ان شاء الله. ان شاء الله. بعد حيوا بلال الغالي. حجي خالد بعد لكم لو حجي خالد. عارف
نعرف بس ما يصير توقف السيارة هذه، ممنوع لازم تطلعها. تبغى المكان محمد؟ طبعا هاي الارض الحرام اللي بين العراق والسعوديه، هذا الحدود بيناتهم، بين كل دولة بها أرض الحرام. بها أرض الحرام، يعني الجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية، هاي الأرض اللي بيناتهم اللي يسموها أرض الحرام. وهسه متوجهين احنا إلى الحدود السعودية إن شاء الله. حجاجنا ما ادري شلون اوصف جمال المكان، وما ادري شلون احكي يعني شنو يفرقون. يعني احنا ان شاء الله ماكو فرق بيناتنا، بس شنو اللي يفرقون بيناتنا اللي ما نقدر احنا نسوي مثلا هيك شيء، او مثلا جوازاتنا تكون بهاي الجماليه، بس باعوا لي الجمال هنا. وهنا وصلنا للرافدين. اهلا حجي، وجهكم شعشع ومنور. يشترون، وهذا حج وائل تعبان ميت تعب دا يدلق. هنا ناس تشتري سم كارتات. يلا اعطيني مكانك. ممنون منك، الله يبارك فيك، اشكرك. ماشي مكان. والله ان شاء الله بكره يجوز الصبح ما معلوم. ميدان الملك سليمان بن عبد العزيز. اصبح هذا الجامع حمزه. اصبح هذا الجامع. السلام عليكم ورحمة الله حج رافع. شلونك؟ غالية الله يحفظك. هذا الفصل السلام عليكم. حاليا الساعة 4:30 الفجر يوم الجمعة. نمنا نومة عميقة، قعدونا على صلاة الفجر، صلينا الحمد لله. حاليا متوجهين للمدينة المنورة. يلا تعالوا ويانا. أخ بشار كيف حالك؟ عساك طيب؟ الأمور طيبة إن شاء الله. الدحين فين حنا؟ احنا بحايل ديرة شمر إن شاء الله. أبو حمزة الشمري. أبو حمزة الشمري، هلا بك. إن شاء الله بعد كم ساعة وإحنا بالمدينة؟ 4 ساعات إن شاء الله إحنا بمدينة المنورة. على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. حجاجنا هسه راح نصل شارع السلام، فندقنا الحياة جراند. لا تنزلوا هسه، راح اجيب الكارتات، اوزع لكم كارتات الفندق. اشوفكم المكان حتى الباصين ناخذكم كلكم سوا على المسجد النبوي حتى لا حد لا يضيع. نشرح لكم حتى المكانات اللي تروحون بها تتغدون، المساجد القريبة من المسجد النبوي، كلنا نشرح لكم اياها حتى لا حد لا يضيع. بالرجعة همين. ظلوا قاعدين حتى بس انزل اجيب الكارتات مال الفندق واجيكم. حتى نطلع كلنا سوا. لا اطلع قمر. وكلكم عندكم الباجات بي رقم السعودي، اي واحد يضيع شيء يخابرني.
حبيبي يا رب. شوف عيني هذا المسجد النبوي، هذا الفندق الحياة جراند، هذا الحياة جراند. شوفوا على يساركم هذا المسجد النبوي. ايوه عندكم ابو صيرفه اللي يريد يصرف فلوس. هنا مقابلنا، مقابل الفندق. تعال احمد. هذا 10 ريال. هاي 10 ريال وهاي 100 ريال. بس نتريق بعد هذا التعب كلنا نتريق نشرب عصير. وين نروح؟ نتوجه نتوضا ونروح نزور الحبيب لان اليوم صلاه الجمعه. افتح اللفات. البؤساء. والله احمد. هذا حمدانين. هذا حمودات. هذا حجي خالد. هذا منطينا ظهرك. بابا ليش منطينا ظهرك انت؟ ما نفتحها. ايوه تفتحها قلت لي. تخيلوا يعني هاي المكان كلها، هاي الارض الرسول كان هنا يمشي هو والصحابة والمسلمين والمسلمات. هاي الاماكن كلها مشوا بيها وعاشوا بيها. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. احمد امتى تعال. عكسك بالعكس، لا تنفض من الجولي المفروض. ايوه هيك شيء.
الشغلات اللي انا ما سويتها وكنت اياها يعني من انت هي كان ذا المخاطر هذا الجو النقطه ورا بعض. كملنا صلاة الجمعة وحاليا رايحين للفندق حتى نضبط غراضنا، نسبح، نرتاح، وإن شاء الله نكمل لكم بقية المزارات والمساجد، وعندنا بعد روح المسجد قباء، فخلوكم ويانا وبس. طبعا حاليا راح اروح اصرف دولار وراح نشوف ال 100 دولار هنا ايش قد تساوي بالسعودي، خليكم ويانا. طبعا هاي الصيرفة هسه راح ندخل عليهم. ايش قد ال 100 دولار؟ 370 ريال؟ صرفت تقريبا 300 دولار، طلع عن 1110 ريال. هذني هاي العملة السعودية قدامكم، هاي 500 وهاي 100 والعشرة. هنا جينا طبعا حاليا احنا بالطابق السابع. هاي غرفتنا هنا، هذا خالو وبابا وحمودات. حاليا احنا بالطابق السابع لهنا وانتهى بلوجنا. طبعا الحمد لله سبحنا واكلنا شبعنا واذن المغرب. حاليا متوجهين للمسجد النبوي الشريف نصلي صلاة المغرب، ان شاء الله الله يتقبل منا الصلاة والدعاء، وراح ندعي لكم ان شاء الله هناك واحد واحد. ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ان شاء الله بجاه النبي محمد اللي ما زار هذا المكان يزوره، واللي زاره ان شاء الله يعود يزوره. صلوا على خير البشر، على خير الأمة، محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله المسجد من جوا مليان مصلين، فراح نضطر نجي نصلي هنا ويا الشباب. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك. حاليا كملت الصلاة، صلينا صلاة الجنازة. هذا اللي وراي مركز طبي موسمي يسويه بالسنة مرة، يساعدون به المرضى اللي محتاج علاج، اللي مثلا لا سامح الله يتأذى ينجرح. هذا مركز هنا طبي يساعدون بالمرضى، جزاهم الله خير جزاهم. ما شاء الله إذا أخذكم هناك هسه وأشوفكم العالم اللي موجودة، يعني اللهم صل على محمد. كمية الناس اللي موجودة المصلين اللهم زدهم،
اللهم بارك لهم، اللهم تقبل منهم، اللهم عافيهم واعف عنهم. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. تشوفون الناس، تلاحظون كمية العالم، ما شاء الله تبارك الرحمن. حاليا اني بالسطح والمنابر صاروا قريبين علي كلش، واعتقد هاي القبة الخضراء، لا هذا منبر. شوفوا مكان، شوفوا الجمال، الهدوء اللي موجود، الطمأنينة، الراحة النفسية اللي موجودة هنا ما شفتها بمكان ثاني. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. الله أكبر السلام عليكم وصباح الخير. طبعا الساعة 7:30 قعدنا حاليا حنروح لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نزوره، وبعد ان شاء الله نطلع للبستان وجامع قباء. ابقوا ويانا. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. حاليا احنا متوجهين للروضة المحمدية. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك وعلى صاحبيك. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك وعلى صاحبيك. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك وعلى صاحبيك. السلام عليك. اللهم صل على محمد وآل محمد. شفت حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، السلام عليهم وعلى الإسلام أجمعين. والله ما أدري شنو أوصف لكم الشعور. صورت هيك بس شوية لما ما تحملت. فأسأل الله أن يرزقكم زيارة هذا المكان الطاهر الشريف المبارك، وأن يحفظكم، وأسأل الله العودة لنا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. حاليا جينا نشوف مسجد الغمامة. هذا مسجد الغمامة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شوف الطيور شلون تحط هنا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا مدخل مسجد الغمامة، شوفوا. بعد ما كملنا من مسجد الغمامة، هذا مسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا مسجد أبو بكر الصديق. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. مسجد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه 1200
54 هذا عثمان. هذا مكان مسجد سيدنا ابو بكر عليه السلام. انا اكتب لا حياتهم هيك بس. سياتهم الوانها جميله. شوفوا هسه راح نروح للبستان ان شاء الله اللي مكث فيه الرسول عليه الصلاه والسلام 15 يوم. حاليا احنا متوجهين لمسجد قباء، اول مسجد بني بالاسلام. ان شاء الله راح تكونون ويانا موجودين وتشوفون المسجد. يقول لك ركعتين تصلي بيه بابا؟ عمره؟ ركعتين تصلي بيه عمره؟ تثبت ان شاء الله. تثبت ان شاء الله. مسجد قباء طبعا من المدينه المنوره اللي هي كانت يثرب طيبه، مدينه طيبه بعد هجره الرسول صلى الله عليه وسلم من مكه الى مدينه المنوره. فهنا بنى المسجد واول به قام به الصلاه واذن به سيدنا بلال رضي الله عنه. هو مسجد قباء وهسه متوجهين عليه ان شاء الله وشوفوا الركعتين به عمره ان شاء الله مثبته يعني ان شاء الله. ان شاء الله. راح يجي يمك كذا حول من يمك عمو. متع نظرك متع نظرك. شايف شايف. طيب هذا شنو؟ صلي ركعتين صلي. هنا طبعا هذا المكان هذا المحراب صلى به سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في بعد هجرته على المدينه المنوره. طبعا هذا المكان هذا الجبل 7 مساجد ورا، 7 مساجد ميدان المساجد السبعه. ايوه هو ورا المساجد السبعه. طبعا راح نروح نشوف المساجد السبعه وراح نروح ان شاء الله الى جبل احد وجبل النور. صح؟ لا هذا الجبل ما في معلومات. هذا الجبل يعني 7 مساجد ميدان فتح. اي لا يا المساجد السبع يومهم الخندق. ايوه. والمسجد ذو القبلتين. اي لا هو بعد بحد. اي اعرف. هذا 7 مساجد. مسجد فتح. مسجد فتح هذا. فقط. اي. ايوه. اوكي. احد السواق في مدينه منوره من يا جنسيه؟ باكستان يعني اهل باكستان. اهلنا الطيبين يعني هلا والله الف هلا باكستان. باكستان مقيم مدينه منوره عنده معلومات عامه عن المدينه. فاحنا استاجرنا السياره حتى نطلع نشوف الاماكن اللي كان يروح عليها كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وشلون انطلق الاسلام من هذا المدينه المباركه اللي هي مدينه طيبه ان شاء الله. طبعا هذا مسجد سيدنا بلال الحبشي. يعني ما يقول عليه هوايه. بس هو مسجد سيدنا بلال سوق بلال. وهنا سوق بلال. هاي مثل باب الجيد يعني شلون باب الجيد هنا منطقه شعبيه حلوه يبيعوا سمك مطاعم اكثر شيء شعبيه. باكستانيين اندونيسيين كله بنغلاديش هنا اكلاتهم تخبل. طبعا هاي كله هذا بابا سمك المغرب بصير الزحام هنا هاي المناطق. طبعا هذا مسجد قباء. إذا تتذكرون فيلم الرسالة لما هاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى يثرب، تمام؟ فاجت الناقة هنا بركت، فاختاروا انه هذا يكون اول مسجد في الاسلام. بنوه وقام الصلاة به بلال الحبشي رضي الله عنه وارضاه. هذا اول مسجد بني في الاسلام. سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شوف العالم. بس راح نفوت هنا جوا ان شاء الله نصلي ركعتين ونرجع نطلع. هاي الارض اللي انا دامشي عليها كان الرسول عليه الصلاه والسلام واهل بيته واصحابه كلهم يمرون منا، يروحون يجون ويصلون ويتعبدون. سبحان الله. فداك ابي وامي يا رسول الله. هنا المسجد قباء اكو حديث يقول اللي سمعته انا والله اعلم، اللي يصلي ركعتين هنا
كأجر عمره، يعني اللي ما رايح عمره ويصلي ركعتين هنا أجره كأجر المعتمر. سبحان الله. طبعا هنا تتجمعوا. شوف هذا الحديث النبوي الشريف، فضل الصلاة بمسجد قباء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. رواه ابن ماجه بسند صحيح. صدق رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا هذا البستان اللي تشوفوه قدامكم، هذا البستان اللي استظل به الرسول عليه الصلاة والسلام تقريبا 15 يوم البين ما كملوا بناء مسجد قباء، وبعدها حول للمسجد. شوفوا جمال المكان، سبحان الله تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اني اسألك ان ترزق متابعيني زيارة هذا المكان، يعني الله يرزقكم مثل ما رزقنا ان شاء الله تعالى. طبعا الحلو هنا انه نشوف من كل الدول مسلمين يزورون هالاماكن الطاهره المباركه، وتعرفنا على الاخ عامر من الجزائر. حياك الله يا عامر. الله يحييك. الله يسلمك. حمزة الله يحفظك ان شاء الله، وشرفتك بمعرفتك والله. ان شاء الله يكتب لك الاجر ويغفر ذنبك ان شاء الله. اللهم امين. على راسي. انا يعني تشرفت بمعرفتك. الله يسلمك. على راسي على راسي حبيبي. السلام عليكم. الله يحييكم. يعني الله يسلمك حبيبي. متابعينك وكل يعني الناس، يعني الناس كلها تحبك حبيبي. على راسي. الله يسلمك. الله يسلمك. والسلام عليكم. طبعا انا الان على جبل احد اللي يبلغ طوله 25 كيلومتر مربع اعتقد. فراح نشوفكم جبل احد وجبل الرماة وال70 شهيد وقبر حمزة عم الرسول عليه الصلاة والسلام، ونسولف لكم شوية عن المعركة اللي صارت، معركة احد. وخليكم ويانا. طبعا هنا جينا على الكشك والوالد عزمنا على شاي بالنعناع. شوف هذا الشاي بالنعناع، ألف عافية وصحة وهنا. بسم الله ما شاء الله. طبعا اخوان هذا جبل الرماة اللي كان موجود عليه الرسول عليه الصلاة والسلام واصحابه، وكانت المعركة هنا. المعركة كانت اول شيء انتصروا الاسلام، بعدين الرسول عليه الصلاة والسلام ايش قال لهم؟ قال لهم لا حد ينزل، لا حد يلحقنا، انتصرنا خسرنا، لا حد ينزل، خليكم على هذا الجبل. فلما انتصروا الاسلام والمسلمين نزلوا الرماة والمسلمين المقاتلين نزلوا من هنا ليغتنمون. افتر عليهم من وراء خالد بن الوليد وحاصروهم من كل الاماكن، بعدين خسروا المعركة. فهذا مقابلكم جبل احد طوله 1000 وعرضه 25 كيلومتر على ما اعتقد وعلى معلوماتي. فخلونا هسه نطلع الجبل الرماة ونصور لكم من فوق الاجواء. طبعا هاي اللي تشوفوها قدامكم
هي مقبرة الشهداء ال70 شهيد وعم الرسول الحمزة أبو عمارة، كان عمه وأخوه في الرضاعة. فأسد الله. فهنا استشهدوا، وهسه راح نشوفكم المقبرة. حاليا احنا بمقبرة الشهداء، وهذا قبر حمزة عم الرسول رضي الله عنه. ما شاء الله. الفاتحة على أرواح الشهداء والمسلمين. طبعا هناك لافتة تقول أخي الزائر أن زيارتك لهذا المكان، يعني لهذه الأماكن التاريخية كجبل الرماة، لأجل المعرفة والعلم والاطلاع فمباحات، وأما إن كانت زيارة تعبدا لله وتقربا له واعتقادا لفضلها فغير مشروعة، يعني فقط للمعرفة لا أكثر ولا أقل. هذا اللي أمامكم هو هذا الجبل جبل الرماة. الرسول عليه الصلاة والسلام اختار هذا الجبل ليش؟ لأن الحجر ماله تقريبا كالسكاكين، يعني حاد، حتى الكفار انه ما يقدرون يصعدون بفرسهم لهذا الجبل، يعني الفرس ما يسيطر على هذه الاماكن يصعدها مثل ما واضحه قدامكم. فكانوا المسلمين والرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المكان امامكم. سبحان الله. انا طبعا هذا جبل احد، طوله 25 كيلومتر وارتفاعه 1000. هذا جبل الرماة. حاليا انا راح اصعد على جبل الرماة. الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين واصحابه كانوا يمشون على هذا الجبل، فهنيالي وهنيال كل واحد موجود بهذا المكان. ان شاء الله يرزقكم تزورون هذا المكان وتشوفوا. هذاك جبل احد. هاي يعني حاليا دا اصعد على الجبل. بسم الله. أنا الآن على قمة جبل الرماة مثل ما جاي تشوفون أمامكم. شوفوا الجبل شلون مسنن مثل ما شرحت لكم. هذاك جبل أحد اللي أمامكم. الرسول عليه الصلاة والسلام اختار هذا الجبل ليش؟ لأن صعب الصعود عليه، صعب، مو بالسهل انه يصعدون الكفار ويقاتلوهم، فهم كانوا مسيطرين على المعركة. شوفوا، وكانوا المسلمين محوطين بجميع الجبل يرموهم بالسهام مثل ما جاي تشوفون قدامكم. وهذا الوالد ياخذون صور، هو خالي وعمي حمودات ما شاء الله. وهذيك خيمة المدينة، افطار صائم يعني مجانا، جزاهم الله خير. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فاحنا حاليا الجروب رايحين، راح نكون بالروضة ان شاء الله، اي بمعنى قطعة من الجنة.
فأسأل الله تعالى أن يرزقكم زيارة هذا المكان الطاهر الشريف المبارك. ما شاء الله تبارك الرحمن، الحجاج كلهم مجتمعين متوجهين إلى المسجد النبوي الشريف. حاليا احنا بالمسجد النبوي متوجهين إن شاء الله إلى الروضة المحمدية. على راسي على راسي وبطل مي وياه. والله ريكتم حولوني انا بعدين اجيب السياره. متكاول. حاليا بالانتظار، كلها واقفة تنتظر حتى يسمحوا لنا بالدخول ان شاء الله ندخل. حاليا احنا دخلنا، سمحوا لنا بالدخول. ها هنا احنا صف واحد نمشي. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل 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 محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. الحمد لله دخلنا صلينا ركعتين وجه الله تعالى. الحمد لله والشكر، وأسأل الله تعالى أن يرزقكم زيارة هذا المكان قلبا ولسانا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. افتحها وخليها بطن. يا حبيبي يا رسول الله. صاحب جبريل عليه السلام. صورنا كان رسول الله سيدنا. لا تقطع من غير باب، تقطع من هنا خذوش حمام بس خلوها هنا الصورة. طلع ما من هنا ما؟ لا من هذا طلع حد يدنا هنا. هاي حجرة سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. تعال احمد تعال قبل ما يحدث. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا حي على اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. 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 يلا يا شيخ، يلا بيسال، تعال تعال هنا، تعال هنا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. 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 السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك وعلى صاحبيك. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليكم وعلى صاحبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. يلا شيخ وياك. السلام عليكم. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليك. أشهد أنك بلغت رسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله بك الأمة. كشف الله بك الأمة حتى أتاك اليقين. السلام عليك وعلى صاحبيك وعمر. السلام عليك. السلام عليك يا خير صحت الأمة. كشف الله بك الأمة. كشف الله بك الأمة حتى أتاك اليقين.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا صاحب رسول الله سيدنا أبي بكر يا من وفقت بي. السلام عليكم يا سيدنا عمر يا فاروق الأمة. نشهد أنك كنتم خير عون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بحقهم جميعا أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تبعد عنا وعن أزواجنا وذرياتنا جميعا كل مكروه وأن ترزقنا زيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. بارك الله بك، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم آخر يوم لنا في المدينة المنورة وفي المسجد النبوي الشريف. غدا إن شاء الله متوجهين إلى مكة المكرمة. فآخر شيء راح أشوفكم إياه يعني هنا اللي هي البقيع، مقبرة البقيع. كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر يصلي صلاة الفجر ويطلع البقيع يسلم على أحبابه وأصدقائه وأصحابه. أما مقبرة البقيع آخر شيء راح نختمها بيها، وانتظرونا بفلوق اللاخ إن شاء الله. مو آخر شيء إن شاء الله، العودة دائما حمزة على الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. وانتظرونا بفلوق مكة المكرمة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. هذه القبة الخضراء. يلا أحمد. وهناك مقبرة البقيع اللي هي صايرة أمامكم تشوفوها. هسه راح نروح هناك ونشوفكم مقابر المسلمين. أحلى شيء هنا الماء. شوفوا هو ايش دا يسوي. شوفوا ماء للشرب، نظام. تاخذ الكاسة من هنا، تاخذ الكاسة جديدة تسكب الماء. هذا المي، تشرب المي ورا ما تكمله. جوهر خل اشرب لك اياه. تذب الكاسة هنا. خلاص هاي صارت مستخدمة. تحياتي لكم. هذا الباب اللي يوديكم على مقبرة البقيع. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. حاليا بدنا نصعد الصعود. يا الله. السلام عليكم. هاي التنبيهات. حاليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم السابقون ونحن اللاحقون. طبعا مقبرة البقيع فيها أكثر من 10,000 صحابي مدفون في داخل هذه المقبرة، وماكو قبر محدد، يعني ما معروف هذا قبر منو وهذا قبر منو، لا كلها قبور متساوية. ما حد يعرف يعني قبر منو هذا قبر منو، لا فقط ادعو لهم بالرحمة والمغفرة. هذه هي مقبرة البقيع. الفاتحة على أرواح الشهداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. أنا الآن في السطح في المسجد النبوي الشريف. صليت العشاء أنا وكل المسلمين، وختمتها صلاتي بالمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، وإن شاء الله باشر متوجهين إلى مكة المكرمة حتى نعتمر. إلى هنا ينتهي الفلوج. أسأل الله أن يرزقكم زيارة هذا المكان المبارك، وأن يطعمكم عمره إن شاء الله، وبس يعني، ويعطيكم مراد قلبكم. شوفوا الأجواء في السطح جميلة جدا. أنصح اللي يجي هنا بهذا المكان يصعد يصلي بالسطح، شوية راحة نفسية، ويشوف المنارة أمامك. فأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.